عليكم، كي دايرين؟ مبروك عواشركم، رمضان مبارك سعيد. دائما نبداو كلامنا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين. كيف ما كتشوفوا في الفيديوهات السابقه اللي قبل من هذا الفيديو هذا، دويت لكم على تكاثر ديال الفليو. ان شاء الله اليوم غادي يتم تجفيف هذوك العروش اللي حيدنا ديال الفليو ان شاء الله وباذن الله، حيت انا عندي واحد الكميه كثيره ما يمكن ليش نشرب هذا الشيء كامل. نقدر نديرو في مثلا في الكونجيلاتور، ولكن ما غاديش نستافد منه بحال الا كان مجفف او خضر بحال هكا، حيت الحاجه غير كتدخل للثلاجه كتفقد العناصر ديالها. هذا اللي جنيت من البو كيف ما كتشوفوا فيه، ها هو ديال هذا ديال البو وهذا ديال الارض. انا غنسوسو لكم هنا كامل غادي نشوفوا ان شاء الله يا ربي. ها هو يا ما شاء الله راه خيرات الله هادشي باش يولي لينا هكذا. هانتوما كتشوفوا فيه ما شاء الله رائع هاد فليو هذا. حيت ماشي دائما عندنا فليو، الغرض عندنا ماشي دائما عندنا فليو موجود، ولكن عندنا حنا الغرض بان دائما خصنا نشربوه ويكون عندنا في الدار. كاين الوقت اللي ما تيكونش فيه فليو حنا غادي يكون الوقت اللي ما يكونش فيه فليو حنا غادي يكون ان شاء الله وباذن الله غادي يكون عندنا فليو المجفف. نبداو بالطريقه ان شاء الله. راه كيف ديال البو كيف ديال الارض بحال غادي نشدو. غادي اولا غادي نجفوه في الظل، غتشوفوا شي بلاصه فيها الظل، ما ديروش في البلاصه اللي فيها الشمس. علاش؟ ملي غادي يكون كييبس فليو غادي يولي الفليو ديالكم كحل وكيتفرتت بزاف وكيكون غير صالح للاكل او للشرب. هانتوما كيف ما كتشوفوا راه خضر ما شاء الله، هانتوما بين لكم مزيان راه خضر رائع. هاد الفليو اللي كتشوفوا فيه دابا راه عنده عام تقريبا وكثر كاع، عنده عام. شو اللون ديالو كيفاش بقى، وما درتوش في قرعه زجاجيه، درتو غير في طاسه ديال البلاستيك. نبداو على بركه الله. كيف ما قلت لكم غنيبسوه غير في الظل. اللي ما عندكش على برا غديرها غير في شي كوان في الصاله هكا، في شي فوق الطبله، ولا في المهم شي بلاصه يكون فيها الظل. ونبداو هنا على بركه الله غنستفوا العروش ديالنا. وهاد الفليو ملي غتكونوا كتيبسوه ما تغسلوش نهائيا، جيبوه من البو او الارض ولا تشريوه كاع، غتجيبوه تيبسوه نيشان، ممنوع يكون يعني مغسول، حيت باقي نفتة تبغيو طيبوه عاد ديك الساعه تقوموا بعمليه غسل الفليو. كنبغي شي بعض المرات نبقى نهضر معكم باللغه العربيه، ولكن كتجيني قضيه شكال تيقول لك فرست في الهضره. قولي الهضره كتجيني قضيه في شكل نبقى نهضر، حيت تيقول لك الدول بقيتي تهضري معنا باللغه العربيه، ولكن كتجيني قضيه حيت كاين اللي ما كيفهمش اللغه ديالنا، الاكثريه ديالنا ما كيفهموش اللغه ديالنا، ولكن كتجيني قضيه شويه قاصعه. سنضع هذه العروش ياك لا سنضع هذه الأوراق تقول لها العروش فوق ايش؟ فوق بلاطو الصينيه، لا بلاطو بالفرنسي فوق الصينيه او فوق الطبق. ما تضيعوا حتى شي حاجه. شي هاد الورقه هذه راه تيبس وكتولي نافعه. ممنوع في القناه منى، ممنوع تلوح شي حاجه دائما. داك راه عطسان هذاك الشيء. هذه معطشه تبارك الله ما شاء الله. شو الفرق بينها وبين هذيك الخضراء؟ دابا هذيك احسن من هذه كتكون عطسانه. ايوا بحال نورمالمون لا لي بلونط خصهم باش تبغي تشربهم قبل ما تشربوا كتعطسهم. كيقول لك النعناع حرش ولا عرفتي راه واحد الرائحه رائعه وحق الله روعه. هذا فليو كندير منه في البيتزا، في لي كغاتان، في لي باط، عنده بزاف ديال المنافع، بزاف وكيصلح حتى في الادويه. انا راه وليت طبيبه. ممنوع يتغسل نهائيا، كي تجيبوه تيبسوه. راه تقدري ديري طبقه فوق طبقه، ماشي غير بالضبط يكونوا كاملين هكا سطر واحد، لا تقدري ديري طبقه بحال هكا، طبقه فوق طبقه ماشي مشكل. راه يبس دغيا كيبس، راه ما كاملاش تقريبا حتى واحد 5 ايام او 6 ايام. نهضر لكم باللغه العربيه. انا ما غنلوح حتى شي حاجه من طبيعه الحال، حتى حاجه ما غادي نلوحها. كي كيجيك اليوم مجفف ميمون؟ كي كيجيك اليوم مجفف بس كيولي واعر، رائحه كيزيد سبحان الله. الرائحه سبحان الله العظيم كتزيد. تقدري مثلا لما بغيتيش ديرها في الطاسه ديرها في كميميسه كيف ما كنقولوا حنايا،
وتخبيه، او شي خنيشه ديال الشمرته كما كنقولوا هكا وتسدي عليه كيبقى مزيان. هو ماشي بحال الريحان خصو ضروري يكون في قرعه زجاجيه او الزعتر. هانتوما هادي ما غاداش اللوحه، هادي غادي نيبسها، شفتوها لا اللي ضايعها، اللي النساء اللي كيجيبوا غير ربطه ولا جوج ربطات، راه الله يكون في العوان، لا اللي ضايع كلشي يتيبس كلشي. هادو بقاو لي كنتجنيت ها هما، وها هي العمليه ديال التجفيف ديال فليو. هانتوما كيف ما كتشوفوا فيها، ها هي هكذا غادي نستفوهم. فاش ما بقيتي غادي تستفي بحال هكذا. وهذه هي العمليه اللي توصلت ليها. هذا راه تقي كما قلت لكم مده عام. وملي كيتجفف صافي كنقيو هكذا، كنحيدو غير هاد العويدات هادو ها هما، انا راه مناقيه غير هاد الرقاقين حتى كنبغي نطيب ليه عاد كنحيدهم من الفوق حيت صعيب تبقى تنقيت هادوك الصغارين ها هما صافي. وكنشد واحد الطويصه او قرعه زجاجيه اللي بغيتي، ماشي اجباري تكون عندك قرعه زجاجيه ديال البلاستيك. وكنوضع فليو ديالي هكايا، شوف ها هو. انا راه بقى عندي غير هذا استعملته كامل، ونبدا ان شاء الله في عمليه التجفيف معكم ان شاء الله باذن الله هكذا. وكنوضعوه فيما بغيتو، في البلاكار في اي بلاصه، غير الثلاجه ممنوع ديريه في الثلاجه، كيفقد العناصر ديالو، الدواء، الوجع، بزاف ديال الحوايج، الماكله. وكان هذا هو الفيديو ديالنا، واللي وصل حتى النهايه ديال الفيديو ديالنا. كان من هنا كنقول لكم الله يرحم لكم الوالدين، وشكرا لكم. ما تنساوناش من ديك لايك وواحد كومونتير محفز، وشكرا لكم وجزاكم الله خيرا.